إطلاق نار وتعزيزات عسكرية. ماذا يجري في سوريا؟ القصة بدأت ليلة الخميس بهجوم شنته مجموعات مسلحة تابعة للضابط السابق سهيل الحسن على أحد أرتال الجيش السوري العسكري في ريف اللاذقية بحسب وكالة سانا، ما قابله استنفار من الجيش وخروج قوة عسكرية ضخمة من ريف إدلب لصد الهجمات التي أكدت مصادر العربية والحدث أنها كانت منسقة ومخططا لها بشكل مسبق. القوات السورية تعرضت لعدة كمائن في طريقها للمساندة بمعارك الساحل، ودارت على إثرها اشتباكات عنيفة خلفت عشرات القتلى والجرحى من الجهتين. بالأسلحة الثقيلة هنا. أرتال عسكرية ضخمة وصلت إلى اللاذقية وطرطوس، حيث تتمركز فلول نظام الأسد في حملة أمنية هي الأكبر ضدهم منذ سقوط النظام. وبالفعل استعادت القوات سيطرتها على مركزي المدينتين، وبدأت حملة تمشيط واسعة، وجرى فرض حظر تجول في طرطوس وحمص حتى 10 مساء. القائد الميداني بالجيش السوري أكد بدوره أن تحرك وزارة الدفاع والحكومة السورية ليس ضد طائفة معينة، بل لبسط الأمن ومنع أي محاولة تقسيم.